الآن إلى كلمة الشيخ السلطان عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى الشيخ عبد الله عيسى عفرار، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب باللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والوفد المرافق له في زيارتهم لمحافظة المهرة بين أهلهم وأخوانهم في محافظة الأمن والأمان والتعايش بين الجميع. لا يخفى على أحد بأن محافظتي المهرة وسقطرى قد بقيت منذ عام 1967 حتى يومنا هذا في مختلف المراحل وتعاقب الأنظمة السياسية في منع عن كل الصراعات والتقاذبات، وحافظ أبنائهما باختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية على وحدة نسيجهما الاجتماعي وأمنهما واستقرارهما والتماسك بثوابت خصوصيتهما حتى أصبحتا مثالا للسلم والتعايش الاجتماعي في كل المراحل بين أبناء الوطن. أيها الأخوة والأخوات، لقد كان موقف المجلس العام لأبناء محافظة المهرة وسقطرى ثابتا منذ تأسيسه في دعم ومساندة مطالب وتطلعات أبناء الجنوب في مختلف مكوناتهم الحراكية، وطالب المجلس العام في أكثر من مناسبة إلى توافق وتوحيد تلك المكونات تحت مظلة واحدة وحامل سياسي جامع. وقد أعلنا منذ أول وهلة ترحيبنا بقيام المجلس الانتقالي بقوة الحراك الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي. بقيام المجلس الانتقالي لقوى الحركة الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي تحت سقف الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، آملين أن يتحمل مسؤوليته مستفيدا من التجارب السابقة، مستوعبا كل التداعيات والملابسات للمشهد السياسي وتراكمات مخلفات الحرب التي فرزت مناخا جديدا في كافة الأصعدة، آملين أن يتحمل مسؤوليته مستفيدا من التجارب السابقة، مستوعبا كل التداعيات والملابسات للمشهد السياسي وتراكمات مخلفات الحرب التي فرزت مناخا جديدا في كافة الأصعدة، الأمر الذي يتطلب شراكة وطنية بين جميع المكونات ومنظمات المجتمع المدني بدون استثناء، بعيدا عن الوصاية والتهميش لأي مكون أو فصيل أو تفصيل محافظة على محافظة أخرى، وضرورة تبني خطابا إعلاميا وسياسيا يضمن مد الجسور للتواصل مع كافة الأطراف داخليا وخارجيا خدمة لقضية الجنوب وتطلعات أبنائها في بناء مجتمع العدل والمساواة والندية. أن المجلس العام لأبناء محافظة المهرة وسقطرى قد حدد برؤيته خيارا لأبناء المهرة وسقطرى الرامي إلى الحفاظ على خصوصيتهما وكيانهما التاريخي أرضا وإنسانا وثقافة ولغة واستقلاليتهما في إطار الخارطة السياسية القادمة، ورفضهما القاطع لمشاريع الضم والإلحاق والتابعية، وإقامة تقديمهم المستقل على حدود 67. أيها الأخوة والأخوات، أننا بهذه المناسبة لا يفوتنا إلا النشيد بالدور البارز والهام لكافة القبائل والشرائع وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة المهرة الذين شكلوا نموذجا رائعا يقتدى به في تحملهم المسؤولية الجماعية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والسكينة العامة بإمكانيتهم الذاتية. في الختام نتقدم بالشكر
إلى كل دول الجوار في وقوفها ودعمها ومساعدتها لمحافظة المهر وسقطها وللوطن عامة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.